يا مساء الخير والسعادة عليكم يا أحلى متابعين، يا رب النهاردة تكونوا بخير وأهلا بيكم فيديو جديد. زي ما اتعودنا نكون دايما مع بعض بكل السيدات الجميلة اللي زيكم، نشوف كل الأفكار الحلوة منهم واحنا كمان نعمل زيهم. تعالوا النهاردة كده نشوف معانا سيدة عربية بجد بقى أنيقة في كل حاجة عندها في البيت. أفكار الديكورات وتنسيق الألوان والديكورات المختلفة اللي هي بتعملها عندها في البيت كلها بجد أحلى من بعض. النهارده هنشوف يعني كذا مكان وكذا حاجة بأفكار مختلفة كتير قوي. لو انت عروسة كده بتدوري على كل الستايلات الجديدة وكل الأفكار الحلوة، إن شاء الله هتلاقي في الفيديو النهارده كل حاجة تعجبك. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم وتتابعوه معايا للآخر. متنسوش دعمكم ليا باللايكات الكتير والكومنتس وآرائكم في الفيديو، أكيد من الحاجات اللي تهمني، واشتراككم لو أول مرة تشوفوني. زي ما شفنا هنا كده وبدأنا معاها ازاي هي طريقة ترتيبها للكوشنز. مش شرط بقى ان انت تحطي على كل الكنبة الكوشنز، مجرد حتى لو حطيتي اتنين مع رانر كده صغير هيديكي شكل حلو قوي. وهتلاحظوا ان معظم الالوان اللي موجودة عندها ما بين الجولد وما بين الجراي، بعض الاضافات من اللون الابيض، يعني تناسق في الالوان ماتش ما بين البيت كله. كمان هنا برضو عندها في المطبخ يعني انت ممكن تحطي الحاجة اللي انت بتستخدميها باستمرار والحاجة اللي انت دايما محتاجاها، لكن تحطيها بشكل أنيق. يعني هنا عندها مثلا حطت الفرشة وحطت الصابون بتاع الأطباق على الحوض، بس حطيتهم بشكل حلو، شمعة جنبها وفازة على ستاند كده، والبلانشات حطيتها كديكور مع الفوطة بتاعت الإيد، يعني كله تنسقوا بشكل حلو. يعني في نفس الوقت الحاجة اللي هي دايما بتكون قدام ايديها وبتستخدمها، لكن في نفس الوقت عطيلها ديكور مميز. زي برضو هنا الحوض حط عليه الصابون الهاند ووش، وبرضو حط فازة من الورد وكمان الشموع، برضو عاطي شكل حلو قوي لستاند الفراشة، كمان شكله أنيق كده. يعني ممكن تحطيه هو ديكور لوحده، وممكن زي ما هي عاملاه كده حط عليه الشموع، بجد شكله حلو جدا. كمان طبعا احنا بقى يعني تحضيراتها للمناسبات المختلفة هوريكم زي تحضيراتها كده لرمضان، وان شاء الله على رمضان انزل لكم فيديوهات اكتر بقى، يبقى الفيديو كله افكار ديكورات رمضان. بس تعالوا نشوف يعني المناسبات المختلفة كمان بتحتفل بيها ازاي. زي هنا شوفوا طريقة تقديم حلوة جدا للحلويات. طبعا بعد الفطار بقى محتاجين ان احنا نعمل قعدة حلوة كده، فبدأت ان هي تجيب الجارات حاطة فيها شوكولاتة وحاطة فيها كمان شوية من المكسرات، كمان عاملة كيك وكمان شوية من الحلويات. طريقة التقديم نفسها حلوة قوي. كمان عجبني جدا البليت اللي هي حاطة فيه المناديل ده، شكله حلو قوي. حتى كمان الكوبايات، كل حاجة عندها بجد شكلها حلو. السكاكين بتاعت التقطيع عليها خطوط عربية كده، تحسوا ان الجو يعني عربي أصيل، فبجد حلو قوي جدا جدا. وكمان يعني فكرة ان انت تقدمي لحد بطريقة زي دي لوحدها كافية جدا ان هو يشوف المنظر الحلو ده. كمان هنا برضو احتفالها مثلا بعيد الحب او الفالنتين، ممكن برضو ان هي تعمل افكار ايه، يعني زي ما قلت لكم افكار لمناسبات مختلفة، بس شوفوا طريقة تقديمها بتبهر كل مرة ازاي. برضو عاملة هنا عندها الحلويات بنفس الوان اللون الاحمر واشكال القلوب، وكمان مع شوية من الورد، يعني برضو تقديم مميز ومختلف. وكل مرة بتحاول ان هي تعمل حاجة جديدة، يعني مش شرط نفس تقديم الحلويات، كل مرة بتخترع او تبتكر حاجة جديدة. ده هنا برضو عندها بعض الديكورات والأفكار اللي هي عاملاها في المطبخ. شوفوا حتى طريقة ترتيبها للدرف من جوه، يعني مش شرط ان احنا نقول من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، لا هي عندها بره وجوه زي بعض، بتهتم من جوه زي ما بتهتم من بره. كل حاجة عندها أنيقة جدا. وزي ما دايما بقول لكم، ممكن الحاجة مش شرط تبقى فخمة قوي او غالية قوي، لكن لما انت تحطيها بشكل حلو وتبرزي جمالها هتديكي شكل مميز جدا، وتقدري تغيريها كل مرة بشكل مختلف، كل مرة تديكي ديكور جديد. مش شرط نشتري حاجات كتير عشان نبان ان احنا يعني عندنا ديكورات والدنيا عندنا جميلة. كمان هنا برضو عجبني الديكور ده، يعني مش شرط بقى نقول مسجد، يعني رمضان ممكن في اي وقت انت تحطيه عندك في البيت. ممكن يوم جمعة مثلا، يوم جمعة انت روقتي البيت مثلا بتاعك وقاعدين بقى يوم الاجازة، ممكن تحطي ديكور زي ده عندك على الترابيزة. السبحة اللي هي الكبيرة مع الشمعدان او المسجد ده على شكل شمعدان، تحطي فيه الشموع، برضو هيبقى شكلها حلو قوي. ممكن في الاعياد، يعني مش شرط حتى لو مفيش مناسبة، ممكن يوم جمعة مثلا زي ما بقول لكم البيت نضيف وقاعدين مع بعض في يوم اجازة، ممكن يبقى فيه ديكور مميز لليوم ده كمان. كمان هنا برضو زي ما شفنا ترتيب تاني مختلف للكوشنز اللي عندها والترابيزة بقى دي زي ما بنشوف كده، يعني بتبدع فيها كل انواع الديكورات والتقديمات المختلفة باشكالها الحلوة.
وزي ما قلت لكم كده الوان اللي عندها كلها من الجولد والابيض، عاطيه شكل حلو قوي. وكمان اصلا يعني مش شرط ان احنا نحط بقى نفس الوان الكنبه او نفس الوان السجاده، هي عندها الكنب والسجاد باللون الجراي، فكل بقى الاضافات اللي هي حطاها بالالوان الذهبي والابيض عشان تكسر طبعا اللون شويه. حلو ان احنا يعني ما نبعدش قوي يبقى حاجه شاذه كده من الالوان، بس تبقى كله متناسق مع بعضه، هتدي شكل حلو في الاخر. هنا كمان برضو من تقديماتها بقى الحلوة وترتيباتها كده للسفرة وقت العزومات أو لأفراد أسرتك، إن انت تعملي لهم لمسة حلوة زي ما هي حاطة الشموع وحاطة الورد. كمان لاحظتوا إن هي حاطة المية بتلج عشان تخلي الورد طبعا طبيعي ما هو صناعي، فتخليه يبقى فريش قدام الناس اللي قاعدة لفترة أطول. مع الشموع كمان طريقة ترتيبها للأطباق وفوطة السفرة بجد من برضو اللمسات الحلوة بتاعتها، وعاطية شكل حلو جدا كسفرة كده ككل. وهنشوف كمان في الفيديو طريقة بقى تقديمها للأكل. مش عارفة الفيديو ده أو ممكن أنزله لكم في الفيديو بتاع أكلات رمضان زي ما قلت لكم، أجمع لكم جزء كده للديكورات الخاصة بيها في رمضان، هيبقى حلو جدا برضو طريقة ترتيبها إزاي للأكل على السفرة. ده هنا كمان برضو عندها زي ركنة كده أو كورنر تاني في الكنبة اللي هي الحرف ال دي، وإزاي برضو هي بتنظم الديكورات بتاعتها. هنا عندها الديكورات الأبيض زي انتوا شايفين الكنبة، فبتحاول برضو ان هي الحاجات الكوشنز اللي هي حطاها مع الديكورات الفازات والديكورات اللي حطاها على الترابيزة تبقى نفس الألوان، برضو عاطية شكل حلو. اللون البينك أو البيبي روز كده مع اللون الأبيض برضو عاطية شكل جميل جدا، وديكورات بسيطة جدا على الحيطة. يعني شفتوا الانتريه عندها اللي هو الجري ده كانت حاطة تابلوهين بس كبار كده مودرن، وهنا حاطة عندها اللي هو المرايات الدمعة دي. مش شرط برضو براويز كتير ولا مهرجانات كتير على الحيطة، الحاجات بجد البسيطة هي أحلى حاجة وبتديكي بجد أحسن شكل ممكن. هنا كمان برضو دي عندها غرفة النوم، جولة سريعة كده فيها تشوفوا أفكار ديكوراتها فيها وطريقة ترتيبها كمان للسرير. تعالوا هنا كمان برضو عجبني فكرة حلوة قوي ان هي عندها هنا ترابيزة كده في كورنر موجودة وعبارة عن دورين. الدور الأول استخدمته كده كديكور، والدور اللي تحت بقى حطت فيه التسالي الأطباق الفوط بتاعة الأكل، حطاهم كده بطريقة حلوة لحد اللي حابب حاجة كده سريعة تبقى موجودة في كورنر موجود في البيت عندها. برضو حلوة قوي الفكرة بتاعتها، وفي نفس الوقت كديكور موجود في جنب كده مش محتاجاه في أي حاجة ولا بتستغليه في أي حاجة. ممكن فكرة ترابيزة زي دي تقدري ان انتي تعمليها وتغيري بقى كل مرة من الكاندي أو التسالي اللي انتي حطاها. كمان برضو زي ما انتوا شايفين يعني هنا برضو هي استخدمتها في فكرة تانية كديكورات، بس حاطة عليها من فوق المبخرة وتحت حاطة العلب اللي تقدر تحط فيها اي حاجة برضو او تستخدمها كديكور. وطبعا هي يعني زيها زي اي ست بيت كده بتحب الريحة الحلوة اللي في البيت، فدايما بتستخدم البخور تعطر المكان عندها. فبرضو دي من الحاجات الحلوة جدا واللي بجد بتريح الاعصاب قوي قوي. ده كده كان فيديو النهاردة، وفيديو سريع جدا لسيدة عربية بجد من أفكار الديكورات الرائعة اللي شفتها. بجد يا رب يكون عجبكم، تنسوش لايكاتكم الحلوة والكومنتس بتاعتكم. وهسيبكم آخر جزء في الفيديو ازاي روتين تنظيفها للليفينج روم، زي ما شفنا كده الديكورات اللي هي حطتها ازاي كمان بتهتم بنظافتها وكل مكان موجود عندها. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله فيديو جديد وسيدة جديدة، وسلام.